ايجي اوتاكو يعتبر من افضل صانعي محتوى الانمي في الوطن العربي. بيتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بالانمي، سواء مراجعات الانمي، بيتفرج على انمي في اللايفز بتاعته، بيعمل رياكشنز على الانمي، بيعمل رياكشنز على الانيميشنز اللي بتتعمل على اليوتيوب عن الانمي او انيميشنز على اليوتيوب عموما، بيعمل رياكشنز على دبلجة الانمي. فكل ده يخلينا نتساءل عن حاجة واحدة: ليه ايجي اوتاكو؟ قبل ما نقول اي حاجة في الفيديو لازم نوضح ان في شخصية مش هنقول اسمها بتقعد تغتاب في كل الشخصيات المشهورة علشان يجيب مشاهدات، ورغم ان هدفي شوية مشاهدات برضو انا كمان، ولكن انا عايز اوضح حاجة مهمة ورسالة في الفيديو ده. اولا انا بعيب جدا ان شخص يكون قاعد في امان الله وبيقول حاجة عن قصته في الثانوية، وواحد تاني يجي عن قصة الشخص التاني اللي قصته في الثانوية. لو يا اسطى انت مالك يا اسطى، انت مالك يا اسطى؟ طبعا انا متفاهم جدا هو عمل كده ليه عشان المشاهدات، بس يعني يا اسطى مش للدرجه دي، يعني فلوس مش كده حاجه يعني، وما شاء الله مشاهدات يعني. المهم انا هدفي النهارده ببساطه ان انا اوضح ان انت ممكن تتكلم عن شخص ما وتنتقد الشخص ده. اتمنى يعني ان انجح في هذا من غير ما تضايقه، ان احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجات جميلة ايجي اوتاكو بيعملها. هنتكلم عن المميزات والحاجة الاكثر تميزا والحاجة الاكثر تألقا والحاجة اللي بيبدع فيها والموهبة الكاسحة للشخصية بتاعتنا اللي هو ايجي اوتاكو النهاردة، مش شخصية من هو يعني. وفي نفس الوقت هنوضح شوية حاجات سلبية نفسي يغيرها، ولكن الفكرة الاهم النهاردة هي ان انا مش عايزه يزعل، بالعكس انا اتمنى ان هو يتفرج على الفيديو ده ويستمتع بيه ويغير الحاجات اللي احنا نفسنا يغيرها يعني. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الطاقة الانفجارية والعفوية. عشان اوضح الموضوع ده عايز اقول لك حاجة بسيطة جدا عني. انا بحب محتوى الميمز، سواء مثلا مهند سعيد، سواء خالد طه، او اي واحد من الناس المحترمة اللي بيعملوا محتوى ميمز. انا بحب اتفرج على كل واحد من الناس دي وبستنى فيديوهاتهم. ولكن نفترض مثلا ان ايجي اوتاكو نزل فيديو، ببقى فعلا هو ده اكتر فيديو انا مستنيه عن الميمز، لان انا ممكن فعلا اتفرج على اي واحد من الفيديوهات دي واستمتع بيه جدا. ولكن صانعي محتوى قليلين جدا اللي بيخلوني اضحك من قلبي، او فعلا الضحكه تطلع فعلا حقيقي. يعني ممكن اتفرج على الفيديو واستمتع بيه ولكن ما اضحكش. هتقولي طيب يا سيدي الميمز بتاعته حلوه يعني، هقول لك لا، ركز معايا. انا بتكلم هنا على الطاقه الانفجاريه للراجل ده. الراجل ده عنده طاقه بتظهر قدام الكاميرا بشكل اسطوري. يعني دايما بيقول لك لما تيجي تتصور قدام الكاميرا لازم تبقى في كامل طاقتك. الراجل ده ما مش في كامل طاقته، الراجل ده الطاقه نفسها. انا ممكن اتفرج على الفيديو كامل واسيبني من الميمز واتفرج على تعابير وشه بس. يعني لو انا مثلا اوريدي شفت الميم ده، اوريدي انا عارف ايه اللي هيحصل، ولكن مجرد بس من ردة فعله الاسطورية والمحترمة جدا، سواء في تعابير وشه اللي بتبقى صادقة جدا ونبرة صوته اللي بيتحكم فيها بشكل محترم جدا. علشان اوضح لك الموضوع ده اكتر، كلنا مثلا بنبقى اتفرجنا على الدبلجة بتاع الدوبلاجين، ولكن لو انت لاحظت ان الفيديوهات بتاعت الرياكشنز بتاعته على فيديوهات دوبلاجيني ممكن تكون جايبة اكتر من الفيديوهات نفسها. ده فيديوهات طويلة يعني، لأن ردة الفعل الأسطورية. وبتكلم هنا على السر والحاجة اللي فعلا بتثير الاهتمام، هي الطاقة الأسطورية للراجل ده. ولو هنقول الميزة الأعظم والموهبة الأكثر اكتساحا لإيجي اوتاكو هي الطاقة دي. حاجة أنا فعلا مش قادر أوصفها، أنت حاجة بتتفرج عليها. الحيوية والنشاط والمهارة والإبداع والروح والشغف الذي يملأ قلبه في هذا المجال. فهذا شيء لا تدركه بعقلك ولكن تدركه بقلبك عند مشاهدة هذا الرجل. وده يودينا للنقطة التانية. أكتر مشكلة بتواجه أي صانع محتوى بعد ما ربنا يكرمه ويلاقي فكرة فيديو هي كتابة السكريبت. السكريبت هو حاجة صعبة جدا، بتشوف بقى التفاصيل بتاعة الحلقة اللي انت هتكتبها والفلسفة بتاعة الحلقة اللي انت هتكتبها والتعمق. ان احنا عايزين تفاصيل تفاصيل التفاصيل كمان. الناس اللي بتبقى زي حضرتي كده اللي مش لاقيين مشاهدات، فبيبدأ يتخلى عن أفكاره اللي هو عايز يبثها. اللي هو مثلا أنا عايز أتكلم عن فلسفة معينة أو عن فكرة معينة، بتخلى عن الحاجة دي وأبدأ أتكلم وأقول أحسن 10 شخصيات فمش عارف إيه وأفضل مش عارف إيه. طب تعالى نتكلم على جمال شخصية مش عارف إيه. واي حاجه هتجيب مشاهدات واي حاجه هتخلي ناس كتير تكليك على الفيديو ويقعدوا يتفرجوا عليه، واقعد اتحمس كده واتنطط واتفطط واتكلم على شكل ترويجي وترفيهي عن المحتوى الانمي ده اللي كل الناس بتتكلم عليه علشان بس اجيب مشاهدات. وفي ناس طبعا بترمي المشاهدات والمشاهدين في الحيطه وبيقول لك لا انا هتكلم عن حاجه معينه، زي مثلا انس الحاج. انس الحاج
انت او انا يعني عن نفسي بستنى فصل ون بيس ان انا اخلصه واروح اتفرج على جزء المناقشه بتاعه على طول. ليه بقى يا معلم؟ علشان هو بيتكلم عن تفاصيل الحاجه دي، وبيغوص في كتابه الحاجه دي، واكيد واضح يعني من الموضوع ان هو تعب جدا في كتابه سكريبتات الحاجات دي. طبعا الموضوع ده سهل جدا بالنسبة لواحد ما عنده 2000 مشترك او 5000 مشترك ان هو يحدد ال 5000 دول عايزين ايه ويعمله لهم، انما واحد عنده 600 الف مشترك فيما فوق مستحيل طبعا ان هو يرضي الناس دي كلها، واكيد في ناس هيبقى راضيهم في فيديو وناس مش هيبقوا متفقين على الفيديو ده في كثير من الاحيان. يعني مش كل الفيديوهات هتبقى معمولة لكل الناس الموجودة. وفي حاجه كمان، واحد زي مثلا انا عربت عن نيتي ان انا بحب جدا محتوى الميمز بتاع يجي اوتاكو، ولكن رغم ان انا اول واحد هيكون مثلا اتفرج على فيديو الميمز، واول واحد يكون عمل لايك، واول واحد يكون عمل تعليق، هبقى انا اول واحد برضو كاتب في الكومنت عايزين فيديوهات تحليل الانمي مش عارف ايه، وعايزين كفايه بقى محتوى تافه، وعايزين مش عارف ايه. ونفس الشخص اللي كاتب الكومنت ده اللي هو يبان متضايق ده، هو اول واحد يبقى فرحان، وفعلا ببقى فرحان لما يكون فيديو الميمز هو اللي نازل مش فيديو مراجعه انمي. فاللي هو ما تفهمش بقى احنا عايزين ايه. ارضي نفسك شوية، مش لازم ترضينا على طول. ببساطة هي دي الفكرة اللي انا عايز اتكلم عليها. مش لازم علشان كل الناس او اغلب الناس او اغلب الكومنتس طالبة حاجة معينة. انا عارف ان دي حاجة صعبة جدا وانا عمري ما هدركها بالنسبة لشخص عنده 600 الف مشترك، ان انت دايما بتكون عايز تلبي رغبات او طلبات الناس المتابعين بتوعك، ولكن احنا عايزينك تبقى اناني شوية، عايزينك تبقى بتفكر في الشغف والطاقة اللي ظاهرة قدام الكاميرا. عايزين واحد يتكلم عن مراجعة انمي، يمسك انمي كده ويكلمنا عنه بكل تفاصيله وكل الفلسفة اللي فيه وكل الافكار اللي خطرت على باله عن الانمي ده. يعني انا اسف، يعني لما بتفرج على فيديوهات مراجعة انمي معين بحس ان انت بتراضينا كده وخلاص، بتعمل حلقة مليانة طاقة ومليانة شغف، ولكن تفاصيلها نفسها مش مليانة اوي. من الاخر عايزين تفاصيل اكتر، عايزين حاجة كده الحلقة تكون غامضة وهادية اكتر، عايزين حلقة فيها تفاصيل وكلام عن الانمي اكتر. والمفروض بما ان انت يعني عندك مشاهدين كتير ومشتركين كتير ان انت ما تهتمش بينا شوية. ما بقولش ان انت ترمينا خالص، ولكن اطلق العنان للعمق بقى شوية. عايزين حلقة عميقة مليانة كلام عن الانمي والتفاصيل بتاعته، علشان لو واحد بقى شراني زي مسك القناة من بره هيلاقي اغلب الحلقات حلقات عادية، حلقات ترفيهية، وممكن تكون القناة دي فعلا قناة ترفيهية واحنا بنستمتع بيها، ولكن عايزين جانب الفلسفة والتفاصيل والحاجات اللي محدش بياخد باله منها تزيد اكتر شوية. في النهاية ما اقدرش الوم اي حد على اختياراته او طبيعة فيديوهاته، لان انا ما حطيتش نفسي مكانه او عارف او معرفش يعني الظروف اللي هو فيها او المتابعين الكتار اللي هو المفروض يرضيهم او المسؤولية اللي بتنتج نتيجة للمتابعين الكتار دول. في النهاية ايجي اوتاكو هو شخص بيدينا متعة كبيرة جدا في الفيديوهات بتاعته، وايا كان الفيديوهات اللي عن الانمي اللي انت بتتفرج عليها هو هدفها في النهاية الترفيه بتاعك والمتعة الخالصة. فشكرا ايجي اوتاكو. كل الحاجات دي قلناها علشان نوضح وجهة نظري عن ليه ايجي اوتاكو. لو انت بقى بتحب المانهوا والمانجا او عايزنا اختار شخصية يوتيوبر تانية ابقى ابعتلي في الكومنتس. السلام عليكم.